الوادي الأزرق، قرية كردية تتبع إداريا لمحافظة اللاذقية، وتبعد عن مركز بلدة سلمى حوالي 3 كيلومتر، وعدد سكانها حوالي 300 شخص، ويعملون بالزراعة وتربية المواشي. والقرية عائدة لعائلة فاتو. القرية هي قرية كردية، لكن أهلها لا يتكلمون الكردية للأسف. هذه المعلومات أرسلها لي أحد أبناء منطقة جبل الأكراد، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو من منطقة درباسية، وأتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم الكرد في جبل الأكراد لغتهم الكردية، وأن يسموا أبناءهم بأسام كردية، فلغتنا الكردية هدية من الله مثل باقي اللغات، وعلينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في جبل الأكراد.